وسهلا بكم. نصحبكم في حفل الوداع هذا من الاستوديو الإذاعي الذي بث منه البرنامج لسنوات طوال. يصعب الفراق علينا وعليكم بعد حوالي 18 عاما مرت عليها أجيال من المعدين والمذيعين والمستمعين. فقرات، موضوعات، ضيوف، دردشات، الكثير من الموسيقى والتحديات كانت إطلالة حيوية نتواصل بها مع مستمعي إذاعة BBC. نصحبكم فيها أنا سوسن صبوح، وأنا محمد مطر، وأنا ياسمين أبو خضرة، وأنا بسمة كراشة. الله على الطرب يا لن أقول من يعزف العود منا نحن الأربعة. سأتركها لكم مفاجأة مستمعينا، سيكون هناك المزيد من العزف في نهاية الحلقة وربما الغناء ومواهب أخرى. لا تفوتوا أي ثانية من هذه الحلقة الوداعية. نعم، رحلتنا كمذيعي راديو في BBC شارفت على الانتهاء. دعونا نتحدث عن هذه التجربة، ما رأيكم؟ من سيكون الأكثر جرأة بيننا ويمتلك القدرة على الحديث عن هذه التجربة الغنية من دون غصة أو دموع؟ ابدأي يا بسمة، ابدأي. قررت أنني الأكثر جرأة. نعم. أنا تجربتي بدأت مع إكسترا بعدما عملت قليلا مع فريق الأونلاين، موقع BBC عربي. أنا جئت من الصحافة المكتوبة من الجزائر، وفي الحقيقة رغم تجربة صغيرة في الإذاعة في الجزائر لا تذكر، إكسترا هي التجربة بالنسبة لي الإذاعية. ليست تجربة إذاعية فقط بالنسبة لي، تجربة إنسانية عميقة ومدرسة حياة حقا. وماذا عنك ياسمين؟ والله أنا جئت أساساً للعمل على إكسترا النسخة التلفزيونية، وعملت في البداية لنحو 6-7 أشهر حتى انطلاق النسخة التلفزيونية. كان تحدياً في البداية، كنت أحس أنه يمكن ستكون صعبة، كانت مختلفة، ولكن النتيجة، حتى تأثير النتيجة على التلفزيون، مع أنني أساساً عملت في التلفزيون، كان تأثير إيجابي جداً. هكذا أنا أشعر على الأقل. يعني أصبحت هيك أكثر سلاسة، حرة، صديقة المشاهدين كما صديقة المستمعين. الإذاعة بتعطيك جوان. الإذاعة من الغريب. يعني أنا عملت في التلفزيون مذيعا في قناة عربية قبل الالتحاق BBC، وأتيت مذيعا للراديو وتحديدا مع إكسترا. أعتقد بأنها أصعب وأمتع وتحتاج من المذيع، أعتقد مهارات، ربما تشاركوني في ذلك، أكثر عمقا من مهارات المذيع التلفزيوني، لأنك تحتاج إلى أن تكون شفافا، صادقا، مؤثرا، ومستوعبا لكل عبارة تقولها للمستمع. أنا أقول لكل يعني من الراديو والتلفزيون تحديات مختلفة صراحة. أنا مثلك مطر ومثل ياسمين، يعني أتيت كمذيعة في تلفزيون BBC، كنت أقدم برنامج رأيكم وهو برنامج تلفزيوني. لذلك عندما يعني قدمت برنامج إكسترا الإذاعي كانت تجربة مختلفة تماما. وربما تضحكون علي، كنت في البداية عندما أقرأ كنت أعبر بوجهي وأنظر إلى الشاشة وكأن أحدا يشاهدني، أعبس وأبتسم. تجربة غنية مختلفة تماما، وأفادتني عندما أقدم نشرات الأخبار، لأنني أستخدم صوتي ليعبر عن الفكرة وليقربني من المشاهدين. فكانت يعني تجربة غنية للأسف. ولكن التحدي تحديدا تحدي الهواء مماثل في التلفزيون والإذاعة، ولا أعرف لأي درجة كل شخص فينا يحاول أن يكسر هذا التحدي. بالنسبة إلي أحاول أن أبقي رهبة الهواء موجودة، لأنها إذا اختفت فقدت الجدية مكانها. بندردش هينا مع بعض. الأكيد أن جمال الإذاعة أنك لست مضطر تلبس ميك اب ولست مضطر بالساعات. لا بس احنا لابسين اليوم يعني ومتأنقين يعني. لا أنا لا. هذه الحقيقة يعني. أنا دائما قبل أن أقدم إكسترا أضع حمرة وأنزل. لكننا وقعنا في حب الميكروفون كلنا طبعا. صحيح. لسه فاكر
لسه فاكر BBC إكسترا. من السمات الجميلة بشأن فريق إكسترا هو التنوع الثقافي لأعضاء الفريق، فقد مرت على الفريق شخصيات من مختلف البلدان العربية. لعلكم مستمعين عرفتم بعضنا أو خمنتم أوطاننا الأم. أحيانا مطر تكون استعارة بعض العبارات من اللهجات المحلية دليلا، إلا يعني كثيرا ما تسقط أحيانا كلمة محلية نقولها ونحن نقدم إكسترا. جمعتنا اللغة العربية يا رفاق، وجمعتنا إكسترا ولندن. يا لندن. يا لندن، هذه أغنية. صحيح، هي أغنية. طبعا هي أغنية، لكنها ليست الأغنية التي تعبر عن علاقتي شخصيا بلندن، أو بالأحرى علاقتي بالوطن وأنا في لندن. حدثنا عن هذه العلاقة. ما هي الأغنية مطر؟ في ارتفاع الصواري وأنا شرعك أداري عنك ريح الزمان. ارجع لي بحبك تراني مثل صدر الموالي للمراكب أمان. سافر في ارتفاع الصواري وأنا شرعك أداري عنك ريح الزمان. هذه أغنية لخالد الشيخ، هو مغني وملحن بحريني. يعني هذه الأغنية من كلمات أيضا الشاعر البحريني علي الشرقاوي. تأخذني إلى الوطن أينما كنت. يعني فيها علاقة وجميلة. وعمري لك لو عمري لك إذا طال عمري أحترق لك وأضوي في ظلامك نهار. صبري لك إذا طال صبري. شعر جميل. أنطرك طول عمري واستوي لك ديار. هي طبعا جميلة ومعبرة وعميقة منذ الطفولة، ولكن لابد أن أنتم لديكم أيضا أغنيات تعبر عن علاقة بالوطن. والله يا مطر، منذ قدومي إلى لندن وبعض الأغاني تظل في رأسي. عارف عندما تأتي الأغنية وتظل كأنك تستمع إلى شريط. أي أغنية؟ الأغنية هي لمحمد منير. علمونا عينيك سافر، علمونا أفضل مهاجر، علموني أكون مسامح زي نبع الحب صافي. علمونا عينيك سامح، علمونا أفضل مهاجر. حتى الآن هذا هو الشريط. وحتى الآن أقول بعض الكلمات كما هي في أذني منذ وأنا صغيرة. خطأ يعني. بالخطأ. ولن تتغير. طبعا يعني أنا في حياتي طول حياتي وأنا مغتربة كفلسطينية، ولكن الغربة في لندن مختلفة. الغربة أصعب في لندن. لا أعرف ماذا عنكم. ماذا عنك بسمة؟ شوفي، أنا لأنكم غاليين وعزاز علي والله العظيم. راح نسمعكم استخبار. الاستخبار هو موال في الموسيقى الأندلسية الجزائرية، وهو من المألوف القسنطيني. نسمعه بصوت الحاج محمد الطاهر الفرقاني، عميد أغنية المألوف القسنطينة. يا غربتي في بلدان الناس، من جاي يقول أنا براني، أنا كنت فضار. مؤثرة الأغنية. مطر، أنا قلت لكم عزاز وغاليين، حطيتها أنا لا أسمع هذا الغناء في لندن أبدا. لماذا؟ لا أتحمل. لأنه الحنين يقتل. يعني لا أسمع هذا الغناء أبدا. نعم. هو طيب. نعم. بس بتسمعينا إياه. سمعتكم، مش رح نعمل. بتخلينا نحن. أنا إذا أردت أن ألخص حنيني إلى دمشق وحنيني إلى الشام لا أملك إلا هذه الأغنية. يا مال الشام ويا الله يا مالك، طال المطار يا حلوة تعالي. يا مال الشام ويا الله يا مالك، طال المطار يا حلوة تعالي. يعني يا حلوة تعالي. يا حلوة أجيلك. كنا رايحين. يحضرني نص لمظفر النواب يقول عن الغربة، يقول: ألقيت مفاتيحي في دجلة أيام الوجد، وما عاد هناك في الغربة مفتاح يفتحني. ها أنا ذا أتكلم من قفلي، أتكلم من قفلي يا صحاب. ربما علي فقط أن أغير كلمة دجلة وأطع ألقيت مفاتيحي في بردة في طبعاً. الشام. يعني عندما أتيت إلى لندن كنت شابة صغيرة في
في العشرينيات. ولندن طبعا مدينة مبهرة، المسارح، السينما، المعمار الجميل، مساحات الحرية الشاسعة لامرأة شابة قادمة من دمشق المدينة المحافظة. ولكن بعد ذلك عضتني الغربة، عضتني في قلبي، لا أستطيع أن أقول. سلامة قلبك طبعا يا سوزان. الأهم من أن الله تكون يسلمكم. في داخل الوطن وأن يكون في داخلك. أنا أتذكر مقولة طبعاً، لعلي بن أبي درويش. طالب يقول: الفقر في الوطن غربة، والغنى في الغربة وطن. والمقصد أعتقد بأنه متعلق بالغنى النفسي. أينما تجد نفسك تنمو وتزدهر ذلك هو وطن، وأينما تجد نفسك محاصرا لتذبل ولتبلى فلا يمكن أن نقول بأن ذلك وطن. سامحني معليش مطر، ذكرتني بمقولة ملك حداد، هو كاتب رائع جزائري، عنده مقولة شديدة الجمال: أنت يمكنك أن تأخذ الرجل من قلب الوطن، لكنك لا تستطيع أن تأخذ الوطن من قلب الرجل. طيب مستمعينا، سنترككم الآن أنا وبسمة للتحضير ولمفاجأة بعد قليل يجب أن نكشف نعم. من نعم. بدأ بالعزف في بداية الحلقة. ليس الآن. نتوقف مع فاصل مميز. ما ستستمعون إليه الآن مقتطف من أرشيف حلقات إكسترا في أسبوع. كنا قد استضفنا في إحدى الحلقات الفنان والموسيقي السوري باسل صالح. طلبت منه أثناء الحلقة ومن دون تنويه مسبق أن يلحن نصا جافا على الهواء اقتبسناه من توصيف البرنامج إكسترا، فدندنه وغناه وأحياه. BBC إكسترا مجلة إذاعية على راديو BBC عربي، تبث يوميا لمدة 90 دقيقة، وتتناول العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية، وتبرز تأثير الأخبار على الحياة اليومية للمستمعين. في رحلة إكسترا الممتدة تألقت أصوات عديدة لمذيعين ومذيعات أحيوا أثير BBC. من بين هذه الأصوات التي علقت في ذاكرة المستمعين صوت صفاء فيصل، التي عملت مع إكسترا لسنوات عديدة، بالإضافة إلى تقديمها الأخبار على الإذاعة. صحيح مطر، ولا تزال جملتها في نشرات الأخبار عالقة في ذاكرتي أنا بأسلوبها المميز، وهي تعلن: هنا لندن. صفاء اليوم هي مديرة قسم البرامج في BBC عربي، وهو القسم الذي يضم بالطبع فريق إكسترا. مرحبا بك صفاء مجددا في استوديو إكسترا بعد سنوات من غيابك عنه. صحيح، شكرا سوسن ومحمد على الاستضافة. صراحة يعني وأنا أدخل هذا الاستوديو هناك الكثير من الذكريات وهناك الكثير من المشاعر تنتابني في هذه اللحظة في الواقع. في هذه الرحلة الممتدة صفاء، من كونك عضوا في فريق إكسترا إلى أن أصبحت تشرفين عليه، كيف ترين مسيرة إكسترا وكيف ترين يعني تطوره؟ بالنسبة لعلاقتي أنا الشخصية ببرنامج BBC إكسترا، كنت دائما أذهب ثم أعود وأذهب ثم أعود، وفي كل مرة أعود أجد إكسترا في حلة جديدة وإضافات جديدة وإضاءات جديدة وفريق جديد متكامل، وبالفعل من أكثر البرامج إبداعا وخلقا، يعني لأن طبيعة البرنامج في حد ذاته تعتمد على القصة بشكل يعني كبير، وليس على الأجندة الإخبارية. بالنسبة لإكسترا هناك خلق للقصة من الصفر، وهذا يعطي مجال كبير جدا لما يسمى اليوم بأوريجينال جورناليزم أو الصحافة الخلاقة. طيب، هذا يضع أحيانا بعض من الاشتراطات أو المهارات المطلوبة من مذيع لإكسترا. أنت كنت مذيعة ومذيعة متألقة، ما الذي يحتاجه المذيع برأيك لهذا النوع من البرامج؟ سأقول لكما سرا. قولي يا صفاء. لن نخبر أحد. من أكثر صدقا، من أكثر البرامج التي تتطلب جهد في الإعداد والتقديم
برنامج BBC إكسترا، لأن ليس هناك خطة واضحة. أنت تدخل الاستوديو وتبدأ النافيجيشن، يعني uncharted water أو كما يقال باللغة الإنجليزية، يعني هذا المساحة التي يمكن أن تحدث فيها كل شيء. البرنامج فيه عنصر المفاجأة، فيه عنصر التحدث مع المستمع، فيه عنصر الإضافة اللي هي نسميها بالمهنة الإذاعية ad-libbing، يعني يمكن أن يكون المذيع له مساحة فضفاضة، ولكن عليه أن يحتل هذه المساحة وبشكل جيد. الثقافة العامة مهمة جدا، ولكن على الهواء أيضا تحدث مفاجآت، ربما سؤال محرج حتى من مستمع مشارك. طبعا يعني المستمع يمكن أن يقول ما يشاء وقد يكون خارجا عن المعايير التحريرية لBBC، ويجب يعني على المذيع طبعا أن يكون يقظا، أن يكون يقظا. صفاء، بلا شك هناك الكثير من التعليقات التي تأتي من المستمعين وتصل إليك بطبيعة الحال كمديرة للبرامج. ما طبيعة هذه الملاحظات التي تقدم عن إكسترا عادة؟ كلها تعليقات إيجابية. أحيانا كثيرة تحت ضغط العمل نتصور أننا نتحدث إلى الأثير اللي هو يعني كأن أحدا لا يسمع. بالصدفة وجدت رسالة وأرسلها أحد المستمعين من السودان يتحدث إلي عن تجربة كنت قد قمت بها، وهي كانت تجربة إذاعية أفتخر بها صراحة. هو برنامج مدرسة للبنات. هذا المستمع شاركني تجربة عن 3 بنات نجحوا في أن يدخلوا سلك التعليم فقط لأن والدهم استمع إلى برنامج مدرسة للبنات، وكيف أن التعليم له تأثير إيجابي على حياة المرأة. كنت بالفعل سعيدة جدا لدرجة بكيت لما شفت هذه الرسالة. هناك انعكاسات لأثر البرنامج قدمته من سنوات طويلة وما زال أثره موجود. وهذا ما يدفعني لأن أسألك الآن، ألا تحنين للعودة لهذا الميكروفون؟ عندي ولع وشغف بالراديو، كل ما هو يمكن أن يسمع. أنا صحيح أنا مديرة برامج التلفزيون، ولكن بالنسبة لي التجربة الإذاعية وتجربة الاستماع هي تجربة لا تعوض، لأن فيها الكثير من الرفقة، الصحبة. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكم. نذكركم مستمعينا أن البث المباشر لإذاعة BBC نيوز عربي